كل حد بيجيله أعراض غريبة أو يعني تصرفاته مريبة بالنسبة لنا، نقول عليه ملبوس أو راكبه جن أو الكلام ده، لأنه في حاجة اسمها اضطراب كرب ما بعد الصدمة. لأنه الحالة دي بيحصل لها بالظبط نفس الحاجة اللي بتحصل للي احنا بنشوفهم بنقول عليهم انهم ممسوسين او عندهم يعني مس من الجن او راكبهم جن او كده. فتعالوا اقول لكم الاعراض بتبقى عامله ازاي وايه اللي بيحصل بالظبط. يعني مثلا في حاله كانت عندي. الحاله دي حصل موقف مع باباها، انه حصل اعتداء منه شديد جدا عليها او كده. بمجرد ما بتكلم معاها ونبتدي نتكلم في الموقف نفسه، بمجرد ما بيحصل كده الشخص ده بيتخيل الحالة لدرجة ان هو بيسمع الاصوات وبيتخيل الموقف كأنه بيحصل تاني، بيحصل له فلاش باك قدام عينه تاني، وبيحس بكل حاجة حصلت فيه. فبيبقى شبه بالظبط اللي عنده مس من الجن او كده. فبلاش نحكم دايما على المواضيع دي انه الشخص عنده حاجه زي كده، ونبتدي بقى نجيب له شيوخ وندخل عليه شيوخ قد كده ونرهقه اكتر نفسيا، وهو في قصه تانية خالص. فارجوكم لما يكون عندكم حد في حاله عنده غريبه، ارجوكم تلجأوا لدكتور نفسي او الاخصائي النفسي، عشان ده هيكون اسلم حل للعلاج. وما تنسوش تدعموني بالفولو والشير، والسلام عليكم.